أخينا أحمد أزرقي. كيف أعبر وأسرد مناقب هذا الرجل الذي عاشرته لمدة 27 سنة؟ رجل كان رجلا وطنيا بامتياز، ومن أسرة وطنية بامتياز. كان غيورا على هذه المنطقة، كان يحب المواطن الطرفاوي. كان دائما بالنسبة لنا نحن كموظفين كان الأخ والزميل والرفيق والمعلم بامتياز. ترك العمل في الميدان المالي وجاء ليعمل خدمة للمواطن. كان دائما يوصينا بمصلحة المواطن ويقول لنا إن المنصب الذي تتربعون عليه لستم أنتم الأولين الذين تربعوا عليه، فأنتم ذاهبون وأنا ذاهب. المصلحة للمواطن. والله لا أقدر أن أعبر فرحمه الله. الذين وفقدنا رحمه الله يرحمه ولرحمه. فقدنا هذا الشخص، فقدنا طرفايه كامله، وما علينا نكون نرحموا عليه ونجدوا الرحمات اللي الله يرحمه ولرحمه. شكرا اخي المدير المحترم. نحطوا النقطه الثانيه، الموافقه على تغيير تصميم تهيئه حضارات الساده